تعمل ايه يا زوز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الهنا او يا مساء الهنا، كل اوقات الفيديو تشوفوا فيه صباحكم هنا وسعاده ورزق ومحبه ويومكم معطر بذكر الرحمن يا احلى واعز اخوات في الدنيا. طبعا انا كنت عامله بس معاكم من قيمه شويه، تمام؟ والكل عمال يقول لي يا زاهيه هتطبخ ايه ويا زاهيه هتطبخ ايه، وانا اصلا كده كنت عامله البث علشان اخد منكم مقترحات، وكل المقترحات اللي انتوا كنتوا قايلينها لي في البث انا كنت عاملاها اصلا في الفيديو اللي انا منزلاه دلوقتي. بطاطس بالفراخ كنت عاملاه، رز بخلطه كنت عاملاه، الرول الفراخ كنت عاملاه، يعني كنت عامله فيديو كامل متكامل مع روتين ضرب نار. حطوا لايكات بقى واستعينوا. قاعدين قامت سالي قالت لي يا ماما ايه ما تيجي نعمل فطير مشلتت؟ قلت لها يا بنتي يا سوس قايل لك. قالت لي يا ماما احنا زونا فراخ ولحمه ومش عارفه ايه، تعالي نعمل ايه؟ فطير مشلتت. قلت لها والله العظيم الدقيق موجود والحاجه موجوده وخير ربنا موجود. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل لكم النهارده كام فطيره مشلتته كده، حته جبنه شويه عسل او تغيير، وكمان نحس بفطير العروسه، تمام؟ وهي بتقول لي يا حسين، قلت لها يا ماما انا احب كده وانا اقعد افرد كده والدنيا بنتي بتحب الزرياضه. المهم فجبت الصواني وغسلتها وجهزتها اهوت. وتعالوا بقى يا حبايب قلبي، انا قلت لها ايه، انا مخلصه البيت قبل ما هي تنزل وانا مخلصت الشغل. اما عامه يا جماعه الخير انا مش بعتمد على سالي قوي، ليه؟ عشان دي القناه والشغل والكلام ده، وعلى ما تنزل براحتها بكون انا خلصت دلوقتي. قلت لها اطلعي وراكي حاجه، اطلعي روقي شقتك وروقي دنيتك وخلي وراكي البيت يبقى زي الفل عندك، وانا كده مخلصه البيت من تحت، ما عندناش شغل تحت. وايه انا هجهز انا العجينه وهجهز حاجه الفطير وهنطلع فين؟ على السطح. قالت لها هتعملي فين يا ماما؟ قلت لها هتعملي تحت ولا؟ قلت لها لا على السطح. على الطراوه. موضوع الفطير ده بقى زياده وعفره وبهدله، فاحنا هننضف برضه. انا الشقه بتاعتي مخليها زي الفل ومخليها زي القشطه، وكان النهارده السوق ابو محمد ويوسف السواقوا، وكان عندي هنا بواقي اكل ابو محمد كل برضه، لان دلوقتي الساعه 1 الظهر، يعني كل وتمشي، وده على ما نخلص كده يكون فيها اخر النهار. فتعالوا هنعمل ايه؟ انا هعجن العجينه بتاعت الفطيره هنا واظبطها واجهزها واخليها زي الفل، وبعد كده نطلع على السطح نعمل لكم احلى فطير مشلتت يستاهل بقكم مع حته جبنه. حتى بقول ليوسف هات لنا نص كيلو رنجه يا ابني، نحس ان احنا في فطير شم النسيم. قام بيقول لي خلي حسام يجيب وهو جاي. قلت له انا هخلي حسام يجيب منين بقى؟ على العموم هعجن الفطيره. تعالوا اقول لكم احنا معانا ايه للعجينه. العجينه سهله خالص، ما فيش فيها اي حاجه خالص 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 خالص. هنا ايه يا حبايب قلب العجينه بتاعت الفطير سهله خالص، ميه وملح وشويه سكر وشويه زيت، تمام؟ دول حوالي 3 كيلو دقيق اهو، نخلتهم ونضفتهم وخليتهم ايه زي الفل. احط عليهم ايه؟ كيس من البيكنج باودر اهو، مالك يا عم كده كامل. اهو معايا هنا فانيليا اهو. خليك معايا يا حوس، معاك. اوعى تغير المحط مش رايح في حته. ولا تروح في اي حته. معاك الشيف زوز، ومعانا الجديد والجديد شديد. رقم واحد. هنا معانا ايه؟ دي معايا هنا سكر، تمام؟ اهو احط عليهم ايه؟ شويه ملح. لا، معلقتين كبار سكر. من السكر اهو، واحط شويه من الملح اهو، وهقلب الملح والسكر والبيكنج باودر وايه يا ولادو بس، والدقيق في بعض. والدقيق، تمام؟ معايا هنا ميه عاديه خالص وشويه زيت. ممكن على فكره تعجن العجينه من غير ما تحط زيت، بس انا متعوده على حته الزيت دي من الله يرحمه. الله يرحمه. تبقى العجينه معاكي طريه وبتفرد وتبقى زي الفل. هنا قلبت الملح والسكر والبيكنج باودر. تعالوا بقى ايه؟ نفرش على الارض، لان الفطير بتعجن عجين نظيف. هتعجني في العجانه، انا العجان اللي عندي ما ياخدش 3 كيلو دقيق بصراحه، وانا بصراحه بحب اعجن العجينه بايدي كده المسها عشان اعرف القوام بتاعها. نقلع المحبس والدبله بتوعنا دول ما ينفعش نعجن فيهم. وتعالوا بقى قولوا ايه، نستعد ونعجن عجينتنا ونطلع على السطح نعمل لكم احلى فطير. بسم الله الرحمن الرحيم. شويه شويه بركه حبيبك النبي. من زمان ما عملناش الفطير، وفكره البت السوسو ده عسل. والله انا قلت ده حد بقى ايه هتبقى بنوته معايا في البيت كل يوم. انا كنت ببقى محتاره على الطبيخ تقول لي افكار، لقيتها تقول هنطبخ ايه يا ماما النهارده؟ ما فيش قعدنا محتارين. لا لسه عارف انا هعجن اهو. هتقعد هتزعل.
انما حضرتك ان هي ما لما تقولي لها عجبتش تيجي والله، تشوف. بس انا قلت لها اطلعي بقى شوفي اللي وراكي فوق، لو وراكي حاجه اعمليها، شقتك عايزه تعمل فيها حاجه اعمليها، وانا كده هي بتبقى عايزه تتعلم. بتقول ايه خلاص اشوفها على اليوتيوب. بسم الله. معانا هنا بقى ايه، هنحط على العجينه معلقتين زيت، ونمسك العجينه دي نخليها زي الفل. عجين الفطير بياخد عجين يا جماعه كتير عشان يبقى فيها عرق كده، وانت بتفرديها ما تقطعش منك. تعلموا يا جدعان، الشيف رقم 1 هي عم زوز. احنا على قدنا والله. لا بس من اللي احنا بنشوفه ما شاء الله ما فيش زيك على بصراحه. قدنا يا كبت امك الحمد لله. كلنا على قدنا الحمد لله، فضل ونعم من عند ربنا. هي قرف وانت قرفتك زي العسل يا الله زوز. يعزك يا كبت امك، الله يعزك. ده حبه البركه، مع اني نخله برضه وتلاقي في حبه البركه. عاوزه تعجن بايديا الاثنين. شايفين العجينه حبايب قلبي؟ العجينه اهي، شايفين بتلزق شويه، عجينه الفطير بتلزق شويه فيها سنه فلزيه. عشان ايه تبقى طريه كده، ما تبقاش ناشفه، ما تبقاش ناشفه معاكوا اهي. انا قلت عجينها هنا بحيث بقى لسه هطلع فوق ونعجن فوق، قلت عجينه هنا واجهزها هنا واغسل مكان العجين زي يوم الاكل لما كنا عاملين فيه. واخنس واظبط المطبخ بتاعي برضو، والدنيا تبقى رايقه وزي الفل اهي. العجينه يا ولاد اشوفوا ملبن. تسلم ايدك يا زوز. الله يسلمك يا قلبي اهي. من زمان ما عملناش الفطير. اصلا انا كنت قايل لك اول امبارح بس انا نفسي مش راحاله. انت مش ما نفسك لازم. ما بتروحش لحاجه خالص. مش لازم. انت زهقتنا في حط الشيء. زيت. استنى انت اصلا زهقتنا. لا والله دي على ما طول كنت، بتاكلش، دي ما بتاكلش. عايز بطاطس؟ لا على طول على فكره كنت بطلب كنا من عاملينها ماما امبارح الفطير. بالظبط. هنا بقى بندهن وش العجينه شويه من الزيت عشان الوش بتاع العجينه ما يقلحبش. ما يعني إيه يقلحبش يعني ايه؟ يعني ما يقشفش. ما يقشفش يعني ايه؟ ما ما يقطعش. يعملش طبقه ناشفه من فوق كده ويبقى محر كده ويبقى مش ما حلو. تعرفيش تفرديها. اهو معانا اكياس بقى، دي الاكياس نايم. اللي موجوده عندنا. اجيب هنسيبه كمان. بقى ايه، هات لي كمان. سيبه هنسيبها هو. بقى لما العجينه ديت ساعه ترتاح معانا. العجينه بتاعت الفطير ما هي الا عجين، وان العجينه تستريح. العجينه استريحت معاكي والفطير العجينه بتاعته استريحت، هتبقى معاكي زي الفل. هنسيبها بقى اروق مطبخي واروق الدنيا ونتوكل على الله. نطلع فين؟ على السطح. نطلع على السطح. تمام. لا يابا كده كفايه. تعالوا طلعنا على السطح. طبعا الفطير المشلتت ما ينفعش الا على السطح. تمام. تعالوا شايفين العجينه؟ تعالى كده يا حسام شوفي العجينه. شايفين العجينه؟ ما شاء الله ما شاء الله. ملبن ما يا ولا يا حسام. ربنا يبارك يا رب. الله يخليك. ايه هقطعها كبيره شويه اهي عشان ايه نفرد تفرد بها. معانا تبقى زي العسل كده. دول 3 كيلو دقيق هيطلعوا معانا كام فطيره؟ والله بقى يا ولاد ايه بالظبط. هي ونصيبها. هي ونصيبها. هيطلعوا 5. نشوف وش الفطير على سوسو النهارده. اكيد بقى حلو يعني. كل مره كل حاجه بتطلع جميل. هي اللي اخترعت علينا النهارده ايه الفطير. بزمان والله من زمان احنا ما عملناهوش برضه، ما عملناهوش من زمان. انت اخترعي واحنا ننفذ يا سوسو. شوف اخترعي لنا اختراعات تانية علشان انا بحتار كل يوم على ايه، على الغدا المره والله. الجايه نعمل بقى زي ما قلت لك تحت، ماشي. وده سر عشان محدش ايوه كده أنا ما خليها أعرفش. في سرك بقى. ايوه انا ما اعرفش. مش عارفه هنبقى نقول لك بعدين. هنقول لك بعد ده انت هتنشكي انشكاح. هتحبه قوي. هتحبها قوي. يبقى ليك انت بقى كدكي ولا كبدكي. يا عم احنا بنقول سر انت تقول مثلا. هو مش هو بس يعني. مش هو ده على حاجه هتحبها ممكن انت بتحبها اصلا. اه هيوم ايه لا. محمد كمان بيحبها. يبقى انا ما بحبهاش طالما ما اتقالش اسمي. وانت هو بتحب بابا اللي فيه. بيحبها بس. لا والله بيحبها برضه. والله؟ والله هي يعني بابا يعني بابا اكيد خدتها من على فزر بابا. فزر. يعني بابا كده حد يقول لي حاجه لازم اعرف هي ايه. ما تسيبنيش كده اعرف في واحد. امك اقفل وانا هقول لك يا وطي. احنا مش ناقصين جنيه. كشري مصري؟ لا او ده ليه؟ ما دي الاكله كلنا بناكلها بس بابا ما بيحبهاش. ماشي بقول لك بابا بحبها. مش عارف. هنا بقى حبايب قلبي ناخد اول فطيره اهي. وهنا عندنا زبده وزيت وسمنه بلدي. تمام اهو.
طب ما تقوم جفر ده في الصينيه. لا ما عشان تعرف تفردي. انا عارفه ان انت عايزه تعملي الواد صح؟ معلش يا كابتن يوسف معلش. هي على فكره عايزه تريح شويه. العجينه عايزه تريح. انا قلت ايه؟ ايوه انت ما انت بقى من 10 الام يا واد 40 يوم أنا من ساعتها هي عمال يقول لي تستريح. لسه عايزه تريح شويه يا ماما. فانا قلت نجرب بس عشان ما نتاخرش يا عم يوسف. بس حقك عليا. بتلم ازاي؟ حقك عليا. ده انا ما وحداني. تزعلش. ام الفرد بقى فين؟ في الصينيه. الصينيه. الطاسه. كده يا يوسف. نعم. عايزه تعملي يا سوسو؟ اجيب لك واحده تعمليها. يلا. يومي عشان كده قلت لكم ما ينفعش ايه نعمل الله فين على السطح عشان الزياده دي كلها وكل ده. كمان الرخامه هنا حلوه. حلوه. بخاف تتقطع مني على فكره. كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو. افردي كده يا سيد اهو كده. ايوه. شوف الشيف الصغير. يوسف اه تعلمنا اهو. شويه شويه اهي. عادي خاف تتقطع. ماشي. ان شاء الله. تسلم ايدك. يا ابني عايش تقولها الناس زعلان. نزعل يقول لك عادي. بص كده افردي كمان. قطعت زعلان. شويه شويه لحد ما تعرفي كل حاجه عادي. هاتي يعني لو اتقطعت هتعيط. بخاف بتبقى شكلها وحش. هتقول رجعوني تاني. اي حاجه من خيطوني. ايدك يا سوسو عس. حبيبتي يا ماما. اي حاجه من ايدك عس. احنا كلنا بنتعلم. يعني احنا كنا مولودين كده. لا طبعا كلنا بنتعلم. كل طبقه بيبقى عليها زبده. النهارده الفطير بتاعنا برعايه مين؟ برداح. سوس. انا وماما. اه يسيبوا لك ورداح. وردحي اللي هو هناكله بلحمه. حط تحت يا سوسو كده اهو. نعمل كده. شوفي يا سالي يا سالي كده اهو. سلمى سالي والله على فكره ساره كانت هنا امبارح عماله اقول لها يا سالي يا سالي والله العظيم مرات خالد حسين طول ما هي قاعده هنا عماله اقول لها يا سالي تقول لي في سالي. ناس كتير اصلا بتقولي ان انا صوتي زي صوتي. لا وفي ناس بيقول لك صوتك زي صوت يوسف. بجد والله بقول لك احنا ما عدناش عارفين نميز سالي من يوسف. اتكلم كده. اهو. اتكلمي كده يا سالي. احنا مش بنجيب حد غريب. صح؟ شوفيني بعمل ازاي يا سوسو. اهي فردي كده اهو كده اهو اهي. احنا شوف اللي بقول لكم سنه اولى تعليم والله. اهو. احنا اعتبرونا انا وسالي كده لحد دلوقتي. اه. انت في القسم الاول. الكورس الاول. صح؟ بصي كده يا ماما. جميل. شوفوا يا جماعه الخير انا عماله افرد انا وسالي ولا عرفنا انا حاطه كام طبقه في الفطيره دي. نسيت ما عدتش بصراحه. فانا هعمل الاثنين ده هما اللي معايا ومع سالي وتبقى دي فطيره. اما الباقي بقى زي ما يجوا زي ما يجوا. شوفي بتتفرك بالطراف. شويه شويه شويه. بص على ماما تلاقيها مظبوطه معاك على طول. بتاعتي بتتقطع قوي. على فكره شويه 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 شويه. على فكره عارفه انا يا حسام ما كنتش وانا كنت بنت وانا صغيره كده ما كنتش متخيله ان انا ممكن اتجوز كده وافتح بيت انا موت. واربي طيور واطبخ واعمل محشي لوحدي واعمل كل حاجه لوحدي. على فكره وانا قبل ما اتجوز وانا عندي ستك. ليه بقى؟ ستك كانت بتعلمنا وكل حاجه بس برضو كانت ايه هي كانت مركزه على نفسها اكتر.
فانا كنت اجي اقول ايه بقى، معقوله في يوم من الايام كده مثلا انا هتجوز كده واخلف واعرف اعمل المحشي لوحدي واطبخ لوحدي واعمل كل حاجه فات لوحدي؟ الشيف هوا يا زوز. الله يعزك يا قلبي. فكل حاجه يا قلب امك الواحد بيبقى هيبها الاول، وبعد كده الواحد بيتعلم. قطعتين صغيره. ما يجراش حاجه، هي كل حاجه الواحد بيتعلم. تزعليش. وحتى لو بتاعت سوس ومقطوعها زي العسل تتعلم شويه شويه تتعلم. وهو يا جماعه الخير احنا عايشين بنتعلم. دعاء الكوروان. احنا هنا عملنا الفطيره اهو. هنعمل ايه بقى؟ هنمسك الفطيره كده اهو، كده اهو، كده اهو، نلمها اهي. دي ايه؟ اول فطيره اتعملت اهي. يا بتصوتي على عينك يا شيخه، ما بحبهاش مع انها بتقول لك يا صاحب الملك لك، بس برضه شويه زبده كده على الوش اهو. وهنسيب بقى الفطيره دي ايه تريح، مش هنفردها خالص. في الفتره دي بقى نعمل ايه بقى يا جماعه الخير؟ استريتش. جبت البقره دي، امسكي كده يا سوسه. هنغطيها كده اهو عشان ايه ما تنشفش معانا، عشان برضو اما نيجي نفردها كده. بصي الجهه التانيه كده. هاك طبق. عشان بس الهواء اللي على السطح ما ينشفهاش، عشان اما نيجي نفردها تتفرد معانا كويس. ده اول فطيره يا ولاد اتعملت اهي. وهنسيبها في جنب لحد ما نخلص. الله يسلمك يا كابتن يوسف. هندهن برضو دي برضو ايه حته زبده. دي سمنه بلدي على زبده على زيت اهو. هادي جيت لسه ما خلصتوش ولا ايه؟ شامم دي حاجه ولا اللهم صل على النبي. شامم ريحه الزبده. ده سلة حلوه هي، اللهم صل على النبي. عسل يا عم، والله العظيم. عسل. شجعها عشان تكمل. ايوه عايزك تشجعني. عشان بس تكمل. ايه رايك؟ جميل والله. بجد والله هي اللي شرط كده علينا. الفطير هيبقى له ريحه. ايوه. هي شرط علينا بموضوع الفطير ده النهارده. قاعدين محتارين على الطبيخ، قالت تعالى ما نعمل فطير يا ماما. البت دي بتحتاج الحاجات الصعبه. ايوه. بس والله اهو بص ما خدش حاجه والله. لما اتعلمت ايه يا عم؟ شويه ثانية. شويه تبقى اللهم صل استاذه. شويه شويه هتسبقنا كلنا. اهو شجعها بس وهي هتعمل. هي لا شغاله صح كلنا وحلوه. بنشجع. بتضايق اول ما تتقطع كده والله. ما يجراش حاجه، ما هي شدها مقطوعه من اهي. الطرف. بتضايق بقيت احس ان انا اتعفرت. ايوه انا كده على فكره لما بكون بعمل حاجه واحس ان هي اتقطعت او باظت بس عادي. لا يا عم اول مره تعمل ايه ما شاء الله حلو. زوزة معلمانا بكل حاجه حلوه. الله ينور عليك. طلعت ميتينها بس. مش هزعلك يا سيلي وهنحط. هي اللي بتقطع مني انت والله. عامله لها شبابيك الناس كل حاجه. اصل ما يجراش الله حاجه ينور، برضه. الله ينور. انا زعلك يا اختي يا عسل. راجل. انا على فكره اديتك كذا واحده والله. الله مش عارف. هنتكلم. عادي شويه شويه عسل يبقى عسل. اتعلم يا زوزو معلش. يبقى عسل خليك ليه؟ خليك وهي اجيب لك واحده. اتعلمي وبوظي انا ربك بوظ. هيجيب لا لك واحدة. اتعلمي، هو كده ما تبوظيش مش متعلمه. ومش حاجه هتبوظ ان شاء الله. واحده في واحده تتعلم. عملتوا كده كام؟ 3 ولا 4؟ عملنا كده بننسى. 2 الوقت كده، عملنا طبقتين. احنا اصلا عمالين يعني بقول 4 مش كل واحد عمل 2. لا كل واحد عمل واحده ولاد الاثنين. دول الاثنين اهو. قلت لها يا عمك بقى هو اللي بيبقى يعد الوحدات وانا واقفه احنا هنا ما ببقاش اتلخبطنا جامد. مركز. كده يا سوس، كده يا سوس شوفي. دي بتبقى حنينه عندك. ايوه شوف الشيف الصغير. ايوه احنا هنعمل بعد كده زي ما قلت لك نعمل التحدي مع بعض وانت مع يوسف. ايوه بالظبط كده. ده حتى اسكت بقى، ما قلنا ما هنسيبه مفاجأة. ناخد الافكار يا ابني. بيحب اللي يقول حاجه يقوم جاي ما يسيبنيش متحمس كده. عاوز تعمل تحديات انت؟ بس مش اكل. شورى. تحديات ايه؟ تطبخ يعني طبيخ؟ انما اكل دي لا. ده ماما. مم. ايه رايك يا حسام؟
زي العسل ما شاء الله. ايه رايك يا باب؟ حلو جميل. تسلمي لي كسوس بجد. تسلمي لي كمان. الله يسلمك. شجعوا سوسو عشان ايه؟ تبقى منشكحة نجاح. حلوه. بقى يا حبايب قلبي، الفطير زي ما انتم شايفين اهو. النهارده الفطير برعايه مين؟ سوس. تمام. طبعا احنا الفطير المره دي شوفوا الصينيه دي عسل، جايه متظبطه لوحدها. انا على فكره ما فرستهاش، هتبقى تخينه بقى تبقى رفيعه، انا ما فرستهاش. حلوة. انا طب على فكره هحطها اول واحده بتسوس، لان دي الصينيه بتاعت سالي جابتها، ويا دوبك انا فردت الفطيره ويا دوبك طلعت على القلب اهي. احساسك في محل. ان شاء الله. كل حاجه من ساعه ما جت وهي حلوه يا سوس. والله العظيم مفيش حاجه ما عجبتنيش خالص ها؟ مفيش حاجه ما عجبتنيش خالص. بس لا يا حبيبه قلبي الله يخليك يا سوس، كل حاجه تعجبك يا قلبي. شفتك يا زوزو. ربنا يسلمك. طبعا انا معليه النار من تحت، وبرده مشعله النار من فوق قوي علشان خاطر ما تحمرش الوش قبل ما هي تحمر من تحت. ويا رب كانت ليا واحده حبيبتي كده اللي هي سلفت، كانت لما كانت تيجي تعجن يا بنتي يا سوسو ايه، وكانت تخاف من حماتي، يعني لان بنتي ام ابو محمد كانت شاطره قوي ونضيفه قوي قوي قوي، وكانت بتحب الحاجه تبقى 10 على 10. وكانت تيجي بقى واحنا بنخبز كده كانت تحب العيش يبقى طلق ده زي ويكون قابب كله. بجد والله لو بتتفرج عليها ما تعرف انا قصدي على انهي سلفه من الثلاث. كانت تعجن تيجي تعجن العجين تعمل زي يا رب يقب يا رب يقب يا رب ثاني عجب. عشان يعجن حماتك ده. كانت نظيفه بصراحه ام ابو محمد، كانت بتحب الحاجه وكانت بتحب الحاجه حلو، كانت تحب العيش كده وقابل بقى ما فيش ولا واحده في مكتبش. كانت الناس بتوع زمان دي جدعه ونظيفه وبتحب النظافه. فانا بقول يا رب تقب يا رب تقب يا رب تقب. انا الحنا اهو اللي بقول يا رب تقب مش البنت سهل. ان شاء الله هتقفل. الله يفتيه هو ونصيبه حلو، كله حلو من ايدك يا سوس. لسه اللي انت عاملاها تيجي دلوقتي. لسه السرير بتاعتي بقى. ابد يا ستي. امال ايه؟ ريحتها اصلا طالعه جميله. شوفوا الفطيره يا ولاد، ايه رايكم؟ لا يعني ده عسل عسل وقبت ومن تحت حمرا وزي الفل. شايفين؟ حمرت خالص كمان. عايزه ايه بقى؟ عايزه حاجه عايزه الفوطه اللي معايا ده هنا بلوله كده ديت لونها حلو ولا اسيبها شويه؟ كمان سنه. اشمعنى؟ تعالى كده يا سوسو شوفي شكلها كده. اطلعها. التانية هي التانية احمرت قوي، وديت اهي جبنا بقى ايه الصينية نغطيها عشان تطرى. دي احمرت قوي على فكرة. حلوه لسه. لا حلوة كده علشان خاطر ان هي ما تبقاش مستطرية من تحت كده ومعجنة. ايه كده تطلع ولا توكلي استنى على شوية؟ الله، توكلي على الله طلعها. خلاص. طب ما مش هطلعها من الفرن، انت قلت لي طلعها من الفرن مش شوف الحمام هيبدأ يجي بقى. يا حمام يا حمام يا حمام. احمرها هزة، احمرها شوية. والله النسيم النهارده. الحمد لله على السلامة يا معلم. عملنا مستنيينك الرنجة من اهو. ساعتها لما تجيب لنا الرنجة. عملت ايوه ومرتك لشوية محمد جايب السكة. محمد جايب السكة. محمد جوعنا. تعالوا شوفوا الفطير بقى. ايه رأيكم؟ لا مورق. اقتراح سوسو النهارده. يا ماما هتطبخ ايه؟ تحفة، قلت لها مش تحفة، عارفة. قالت لي ايه رايك نعمل فطير؟ قلت لها ماشي. كده لا تقطعها ده. اهو انت ماشي. تبتدي بقى ورينا الترويق. اهو التوريق اهو ما هو ان شاء الله. السمنه البلدي. ريحتها اصلا لا تحفة. وايه بقى وسوسو شغاله امال ايه؟ عامله انجاز جامد. لازم. ودي الفطيره ايه؟ شوف عشان معموله في الصينيه بتاعت مراتك حلوه ازاي. شكلها حلو والله قوي. شكلها جميل عسل اهو. والله حبه فطير السجق، ما انا لازم انا اشجعها يا ولاد. شجعوها شجعوها شجعوها. اهو سقف يا جدع. تقولي احلى ناس تشجعني والله. تعالوا بقى ايه، هو ده عشاء وغدا. حلو، يوسف حلو. وحسام اتغدوا ومشوا بس ما اتغدوش مشكله فطير. الرنجة بقى انها بتعطش كتير. ومحمد عم جيت بقى لسه جاي دلوقتي بصراحه يعني. فعلى ما اجي بقى واحنا خلصنا الفطير يا دوبك. الناموس. ناموس الدبابه بقى ينزلوا يزاروا.
احنا عليها نحل اي والله ده احنا عندنا كل الطيور، كل الحاجات اللي بتطير عندنا والله. طبعا ده كان الفيديو النهارده، ايه رايكم؟ فيديو فلاح على اصول. والله ورجعت لهم شم نسيم، وكمان كان قران المغرب بيقول قلت لهم رمضان. شم نسيم رمضان. الاثنين مع بعض. يلا حبايبي نشوفكم على خير في فيديو جديد، ما تنسوش لايك وشير للفيديو. السلام عليكم.